كبروا لن يغلب الله أحد نفخوا كي يطفئوا نورهم فزادهم مولاي ضياء فاتخذ ينصر الله تعالى جنده بالتجلي لا بجيش وعدل. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. كنت تختار الناس في الارتفاع كل سنة، كنت تختار كيف تختار واحد فيها يفنانا يا إما يمشي يا إما يجود القرآن، وغالبا كان يجود القرآن وكان يحرص على مجموعة من الجوائز تقديرية كانت كتعطيها وزارة التربية الوطنية في هذيك الفترة. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. الرجال مأمور الرجال فنان كامل طبيعته فنان، لأن من صغره هو حالة استثنائية هي حاجة كتير انتباه ديالو الجمالية ديال وهل تعود لنا أيامنا الأول. يهون بها كل آمر عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوى فهو موقع تلك الشعلة وتلك الجمعة ديال المحبة والصدق الكاملة في النفوس ومكسب العلم يشربها ويوقعها في الناس. ومحمد عين النور بدا يهدي للكون فيض ندى. ومحمد عين النور بدا يهدي للكون
الصبر وها مني وشقيق الروح نأى عني. ما يميز الفنان رشيد غلام كطاقة صوتية وأن له صوت آسر. ملي كتسمعو كتحس أن رشيد غلام الفنان عنده واحد في شخصيته، عنده واحد الجانب اللي هو أدبي حسي. الإحساس ديالو عالي جدا بالمقامات الصوتية، ينتقل بمهارة أو بسلاسة من مقام إلى مقام. واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره، تعاني لفيته بالدمع لقيته، أرجو شفاعته غدا لصغيرتي وكبيرتي. لح نور النور من خلف الخباء وجل المحبوب يسوع عجبا، يا بروح ذلك الوجه الذي وإنك كنز التقى وإنك جميع السهرات وجميع الحفلات ما كناش غير مجرد كورال، كنا من يعني كنحسدوا الناس اللي كيتفرجوا، كنحسدوا الجمهور، كنتمناو لو اننا نكونوا مع الجمهور ونتمتعوا اكثر. يعني بالنسبه للواحد اللي يكون فوق الخشبه فهو ما كيتمتعش كما الجمهور، بحال الجمهور اللي كيكون عنده تركيز وكيحس بالفنان وكيحس بالعمل ديال المجموعه. عرفت المجموعه مشاركات عديده في اكبر السهرات خارج المغرب وداخل المغرب، من السهرات الناجحه اللي كانت خارج المغرب سهره المانيا في مدينه دورتموند. خلال المسيرة ديالنا الفنية مع الأستاذ رشيد غلام ما كناش مجرد مشاركين في المجموعة، بل كنا كذلك كنستمتعوا بالأداءات الفردية ديالو بطبيعة الحال، كنستمتعوا بالألحان الجميلة، فهو كذلك يلحن بغض النظر على أنه يغني، فهو يلحن ويكتب. الله
انجازات شخصيه، ولكن افرزته بطولات حقيقيه واستحقاقات حقيقيه لفريق يمتلك مقدرات فنيه وابداعيه كبيره. الخلفيه ديالها والمصدر ديالها والاساس ديالها روح كبيره للفنان محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. دعاني لفيت لحد لفيته، وما تكلم بالدمع ناجيته، وما تكلم وما تكلم وما تكلم بالدمع ناجيته، بالدمع ناجيته. كانت كذلك سهرات داخل الوطن، من ضمنها المشاركة الناجحة اللي كانت في سهرة مهرجان الرباط سنة 2000، إلا أن المجموعة تفاجأ في العام الموالي بالمنع سنة 2001. وقال أمشي يا خليل شفاعة لمن تختار، فهو عماد يوم المعادي، فهو عماد يوم المعادي، فهو عمادي يوم المعاد. نبينا طه المختار، صلوا معانا حي الهادي بأجمل ذكرى، صلوا معانا يا خضار. بالنسبة لرشيد غلام في التلفزة والإذاعة المغربية، يعني الجمهور المغربي كان كله متعطش أنه يشاهد السهرة اللي كانت معلن عليها في الإشهار ديال دوزان إذاعة القناة الثانية في برنامج شد الألحان بالضبط، يعني أسبوع كامل وكيتعلن السبوت ديالها. لآخر لحظة السهرة كتعوض بمقابلة اللي مقابلة غير مباشرة، يعني
ذلك الموقف والنماذج المتعب كرجل صاحب دم صاحب رسالة أصبح الآخر أصبح المخزن يخشى من المسلم يخشى من تأثيره على الناس